أهداف أمريكا المعلنة والخفية لاعترافها بصومالي لاند لا تخفى على أحد. فإن هذا الموقع الجغرافي الاستراتيجي لصومالي لاند يمنح من يسيطر عليه أهمية كبرى على لوحة شطرنج العالم في إطار التنافس الإقليمي والدولي للسيطرة على أهم طرق الملاحة الاستراتيجية في العالم. فمن يسيطر على صومالي لاند يمتلك ميزة تنافسية إضافية، حتى ولو كانت هذه الدول الكبرى بتمتلك قواعد عسكرية في جيبوتي. وبالمناسبة في 8 دول عندها قواعد عسكرية أجنبية في جيبوتي، وكلها بتتبع دول كبرى تسعى لتعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي. طيب عرفنا ليه؟ تعالوا بقى نروح للسؤال الثاني: كيف ستتحرك أمريكا ترامب 2.0 تجاه هذه المسألة؟ قضية زي ما حضراتكم عارفين في الحياة كما في السياسة مش بس لماذا تهتم الجهة الفلانية بالحاجة العلانية، ليه تهتم أمريكا بهذه المنطقة، ولكن كمان كيف ستفعل سيطرتها على الإقليم. وهو ده السؤال المطروح على إدارة ترامب، لكن احنا جبنا لكم الإجابة من الكنترول. المخابرات الأمريكية ومراكز الدراسات التابعة لها شايفة إن صومالي لاند بالفعل دولة من الناحية الواقعية دي فاكتو، وناقص بس إن هم يعترفوا بيها علشان يكون لها وجود قانوني اللي هو دو جور. زي ما كده طفل بيتولد بيبقى هو فعلا موجود في الدنيا وعلى قيد الحياة وعايش، ولكن لازم يطلعوا شهادة الميلاد، عشان كده بتديله الشخصية القانونية فيبقى ليه حقوق وعليه واجبات. عشان كده رسمت مؤسسة التراث الأمريكية الهيريتج فاونديشن، وهي مؤسسة محافظة جدا، خطة ازاي تتعامل بيها امريكا ترامب 2.0 مع صومالي لاند. وهذه الخطة بتعتبر جزء من مشروع اوسع بيعرف باسم مشروع امريكا 2025 اللي هو بيعكس رؤية ادارة ترامب المستقبلية. الخطة دي فيها العناصر الاجرائية التالية: 1. استغلال التجانس الداخلي في صومالي لاند، حيث في تقارير منسوبة للسي اي اي بتقول ان عدد سكان صومالي لاند دول هم 5 مليون نسمة، اللي هو تلت سكان الصومال الاصلية، الصومال المقديشو يعني، اللي هي 16 مليون نسمة. وبالمناسبة الرقم ده مهم بالنسبة للسي اي اي. ليه؟ لانه الرقم ده ينفع يكون دولة بحد ذاته، لانه اكبر حتى بحوالي مليون نسمة من سكان اريتريا، وبالتالي هم عددا وداخليا متجانسين، بما يسمح لهم بان امريكا تقول للعالم لا احنا شايفين ان هم ينفعوا يكونوا ده. 2. هم حليف مهم وجاهز. فبالنسبه لامريكا صومالي لاند بالفعل اعلنت استقلالها عن الصومال سنه 91، وما نجحتش الصومال في انها تضمها اليها بالعافيه مره ثانيه، لكنها ما كانتش حصلت على اعتراف دولي رسمي حتى الان الا من دولتين، تايوان واثيوبيا، بما يجعلها متعطشه لاعتراف امريكا بها. ليه؟ لان ده سيفتح افاق اعتراف عشرات الدول الحليفه لامريكا في اوروبا واسيا وامريكا اللاتينيه بصومالي لاند. 3. الاستفاده من الاستقرار السياسي النسبي في صومالي لاند. فعلى عكس معظم المناطق الاخرى في الصومال وشرق افريقيا، نجحت صومالي لاند في بناء نظام سياسي مستقر، بل بيعتمد على انتخابات حرة ونزيهة وتداول سلمي للسلطة في المنطقة دي من العالم. دي مسألة صعبة جدا، ومع ذلك بتتمتع صومالي لاند هذه مؤسسات حكومية مستقرة نسبيا، نظام سياسي يقوم على الديمقراطية التعددية وفقا للتقاليد الغربية، وده استثناء مقارنة بباقي الصومال وباقي المنطقة اللي بتعاني من انقسامات داخلية وصراعات مستمرة. بأكد على النقطة دي مرة تانية. مثلا فاز زعيم معارض بالانتخابات في أرض الصومال اللي هو السيد عبد الرحمن محمد عبد الله، كان رئيس البرلمان السابق ومعروف شعبيا باسم إيرو. الراجل ده فاز بنسبة 64% من الأصوات اللي كانت في انتخابات 13 نوفمبر اللي فات، وحصل الرئيس اللي كان ساعتها موجود موسى بيحيى عبدي على 34%. يعني دي دولة شبه مستقلة وديمقراطية كمان، يعني جات على طبق من فضة للغرب يوم ما أمريكا تقول دي دولة تستحق أن نعترف بها. 4. تعظيم الدعم الشعبي الكبير والعميق والمستقر لدى شعب صومالي لاند للانفصال عن الصومال الأم، حيث يتمتع مشروع استقلال صومالي لاند بدعم واسع من سكان الإقليم،
مما يسهم في تقوية الهوية الوطنية للدولة الجديدة بزعم ناس مقربة من إدارة ترامب 2.0. 5. التواصل مع الرئيس الجديد لضبط التفاعلات الإقليمية بين مصر وإثيوبيا، لأن إيرو اللي هو الرئيس اللي لسه منتخب في 13 نوفمبر قد وعد بمراجعة الاتفاق الذي أعلن عنه في بداية 2024 لو حظت بحماية أمريكا عسكريا ودعمها اقتصاديا. لا، ده هتتنقل نقلة تانية خالص، وده ما تطمح إليه صومالي لاند. في ديسمبر 2024 اتخذت إدارة بايدن خطوة مهمة أوي، خطوة استباقية، من خلال إرسال وفد رفيع المستوى لتهنئة رئيس صومالي لاند الجديد اللي لسه منتخب ده في نوفمبر اللي فات، السيد عبد الرحمن عبد الله. طب هنئته ليه؟ هنئته على أن يكون رئيسا لجمهورية صومالي لاند، يعني كأنها ضمنا من غير ما تقول هي بتعترف إن صومالي لاند دولة مستقلة.